مرحبا، شلونكم؟ إن شاء الله كله بخير، صحة وعافية. راح أسوي لكم كبة البرغل والجريش. هسه هنا عندي الحشوة. حمست البصل ذبلته وضفت عليه اللحم، حمسته كل زين، والبهارات، بهارات مشكلة وفلفل أسود وكركم. هنا عندي هذا البرغل الخشن، كوب من البرغل راح أخليه، وهنا كوب من الجريش الناعم راح أخلي عليه 3 قلاصات من الماي المغلي. هاي الكبة تصلح للقلي والسلق بنفس الوقت، كلش طيبة وهشة. هسه هنا راح أعوفهن نص ساعة وارجع لهم حتى نشوف الحبات متفتحة ويانا وشاربة السوائل كلها. هاي بعد ما نقعد وصارت بهالشكل، شربت الماي كله. بس راح أعجن بيها وأضيف عليها باقي المقادير. كوب ونص من الطحين، ملعقة نشا، وبهارات مشكلة وفلفل أسود وكمون، وأعجن. طبعا أنا بهاي المرحلة نسيت الزيت، فضفته بعدين. انتو ضيفوه ويا هاي المواد 3 ملاعق من الزيت، ونعجن لحد ما تصير عندنا عجينة صالحة للتشكيل. هنا عندي 3 ملاعق من زيت أضيفهن، انتو ضيفوهن بالبداية مثل ما قلت لكم، أنا نسيتهن ضفتهن بالآخر. شوفوا شلون العجينة صارت عندنا. قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هسه راح نبدي نشكلها. هاي حشوتنا اللي سويناها وياكم. قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. سر عند الله. هاي بعد ما كملنا كل الأقراص، هسه راح نسوي السوق مالت الكبة. هنا ثرمة راس بصل، عليه فلفل أسود وكركم، لومي بصرة، نحمسهن كل زين. عندي هذه شوربة الخضروات ضفتهن عليها، راح تعطينا نكهة كلش طيبة. تغلي وبعدين أضيف الكب. شلون تعرفون الكبة استوت؟ لما ترتفع لي فوق اعتبروها هاي مستوي الكبة. هاي كبتنا بعد ما استوت، ريحتها تخبل وطعمها ما أوصف لكم. وعلينا وعليكم ألف عافية، ومع السلامة. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلم